وصفتنا النهاردة تنفع فطار، تنفع عشا، تنفع ناخدها معانا برّه في المدرسة أو في الشغل، سهلة ولذيذة جدًا. هنجيب قطعة من الجبنة البيضا، أي نوع جبنة بيضا، جبنة قريش، جبنة فيتا، أي نوع جبنة، 200 جرام. هنهرسها كده كويس، وهنحط عليها 50 جرام من الجبنة الموتزاريلا أو أي نوع جبنة مبشورة، وممكن استبدالها برضه بجبنة بيضا. بعد كده هنجيب كوباية تقريبًا من أوراق النعناع، وممكن استبدالها بالبقدونس، ممكن نستخدم فلفل أخضر، ممكن نستخدم زيتون. أنا استخدمت هنا كوباية من أوراق النعناع وقطعتها لقطع صغيرة، وبعدين قلبتها مع الجبنة، وبكده تبقى الحشوة جاهزة. هنجيب 3/4 كوباية من الحليب أو ما يعادل تقريبًا 200 مللي، عليهم علبة من الزبادي 125 جرام أو نص كوباية من الكوباية اللي هنستعملها في كل المقادير، تلت كوباية من الزبدة أو من السمنة الدايبة، وتلت كوباية من الزيت، 80 جرام زبدة و80 مللي زيت. بعد كده هنحط بيضتين بحرارة الغرفة، عليهم معلقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب المكونات السايلة مع بعض كويس جدا لغاية لما تمتزج. وبعدين هنجيب عندنا بقى لفة جلاش تقريبا بتبقى 500 جرام أو نص كيلو، هنفتحها وبعدين هناخد بقى منها الورقة ورقة كده، والباقي هنغطيه عشان ما ينشفش. كده هناخد أول ورقة هنغطيها بطبقة كويسة كده من الخليط اللي احنا عملناه، هنحط عليها ورقة تانية ونغطيها برضو بطبقة، ورقة تالتة وورقة رابعة. هنعمل 4 ورقات، بين كل واحدة والتانية هنحط طبقة من الخليط. ولو ورق الجلاش خفيف قوي ممكن نعملها كل ورقتين مش كل ورقة واحدة. بعد ما هنحط 4 ورقات من الجلاش وبينهم طبقة من الخليط، هنجيب الحشوة هنحطها على الطرف، وبعدين نلف الورق بتاع الجلاش كده بالطول على بعضه لغاية لما نخلصها كلها. أول بقى واحدة هنلفها على بعضها بشكل حلزوني، وهنجيب صينية الفرن دي مقاسها 26، وبعد كده هندهنها بطبقة من السمنة أو الزبدة أو الزيت، وهنحط أول واحدة لفيناها بشكل حلزوني كده في النص. وبعدين هنكمل بقية بقى ورق الجلاش، كل 4 ورقات نلفهم بالحشوة ونحطها حوالين اللي احنا حطيناها في النص. بعد كده هنجيب الجزء الباقي من الخليط السايل ونحطه على الوش، وبعدين هنزينها بقى بحبة البركة، ممكن معاها كمان سمسم. وبعدين هندخلها الفرن على حرارة 180 درجة، هتاخد تقريبا نص ساعة لغاية لما تتحمر وتستوي. معانا هنا المقادير كلها مكتوبة علشان لو عايزين تاخدوا لها صورة، وإن شاء الله تجربوا الطريقة دي هتلاقوها سهلة وجميلة جدا. بعد كده بعد ما هنطلعها بقى من الفرن، عايزينها طرية ممكن نغطيها، عايزينها مقرمشة بنسيبها من غير ما نغطيها. ريحتها في منتهى الجمال، طعمها رهيب، سهلة وسريعة ولذيذة ومورقة كده من جوه. ممكن تعملوها بأي حشوة تحبوها، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، وأقول لكم بقى مع السلامة، وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.